السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل تشكيلة مخلل، إنما جميلة جدا. طبعا كده موسم اللفت، طبعا كده جميل. طبعا والجزر زي ما انتوا كده شايفين، حاجات كلها كده طازة وجميلة. شايفين كده اللفت بتاعنا طازة كده وجميل. من تنقي اللفت كده بتاعك، ثواني نشيل دي كده. من تنقي اللفت بتاعك كده تنقي الحجم الصغير، لأن الحجم الصغير بيكون جميل جدا في التخليل. ما تنقيش الحجم الكبير. يعني هوريكم الحجم انهو. طبعا ما تنقيش الحجم ده، انا جبت واحده عشان اوريها لكم. نقي الحجم ده، لان الحجم كده ده من جوه كده بيكون من جوه مش حلو، بيكون كده زي السفنجه وبيشرب ميه كده كتير، مش بيبقى حلو في التخليل ابدا. احلى حاجه تخليليها اللفت ده، بيبقى جميل من جوه بيعيش معاكي. دي اهم حاجه عشان المخلل يعيش معاك ويديك طعم حلو ما يبصش. طبعا كده ومعانا جزر حلو كده وجميل وطازه برضو، غسلينه ومنضفينه. معانا كده قرنبيط زي ما انتوا كده شايفين مقطعينه. طبعا كده معانا ليمون نقعناه كده يومين في الميه، كنا بنغير عليه. معانا كده فلفل برضو زي ما انتوا كده شايفين. هنعمل كده تشكيله حلوه. طبعا اللي يحبوا كده حراق كده وحلو المخلل معانا دول كده 4 قرون فلفل احمر حامي. طبعا كده ومعانا ملح. طبعا هيكون كده معانا معلقه ان شاء الله، هنضيفها كده على الميه في الاخر اللي هنخلل بيها المحلول. معلقه كده اللي هتحفظ لنا المخلل ده، مش هتخليه يبوظ خالص مننا. طبعا كده هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندك السكينه اللي بتديكي شكل دي ماشي، عندك السكين دي ماشي. المهم كده في الاخر نعمل مخلل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا كده نقطع. طبعا انت لو عايزه المخلل بتاعك يعيش اكتر كميه ممكنه، تعمليه كده. تعملي الوحده على 4. لو عايزاه يعيش معاكي مده طويله، بصراحه كده انا عايزاه يعيش معايا، هعملها كده على 4. لو عايزاه كده برضو يستوي بسرعه، هتعملي دي كده على 2، يبقى هتعملي اللفتاية على 8. طبعا زي ما قلت تنقي كده الوحده اللي لونها كده احمر كلها، ما يكونش فيها كده ابيض كتير، زي ما انا كده منقياه على الفرازه كده زي ما بيقولوا. هنعمل كده يعني شويه مخلل، انما كده حاجه جميله ومن الاخر ان شاء الله هيعجبكم جدا. ممكن دي برضو كده نقسمها على 2، وممكن كده زي ما قلت لو حباها كده تستوي بسرعه تبقى بالشكل ده. بس انا كده حباهم يعيشوا كده حبه حلوين معايا. اهم حاجه كده الحجم بتاعك يكون صغير، يعني ما يكونش كبير، عشان كده ما يبصش منك. لان كده زي ما قلت الكبيره تبقى كده زي السفنجه وبتشرب ميه وبتتهري مننا وبتبص بسرعه، ما بنلحقش ناكل منها. طبعا كده قطعنا كده لفتيتين. طبعا كده بسم الله الرحمن الرحيم نشيل كده الحته دي من الجزره. طبعا كده الجزر شديد شويه، بياخد وقت في السوا. يعني التقطيع كده ما تهمكش كبيره او صغيره. طبعا انا هقطع الحجم ده. طبعا ممكن نقسمها برضو كده بالشكل ده. بس اهم حاجه المعلقه اللي احنا هنضيفها على من محلول التخليل اللي احنا هنخلل بيه، دي اللي هتحفظ لنا المخلل ان شاء الله، ومش هيطلع لنا كده على وشه رمه بيضه ولا هيبوظ مننا. الجزر كده بتاعنا طازه وجميل، شايفين كده يعني كده بيتقطع اسهل من اللفت كمان. طبعا نشيل كده بتاعها. شايفين كده بكل سهوله. طبعا والقرنبيط بتاعنا طبعا جبناها كده ونضفناها كويس برضو وغسلناها.
طبعا ممكن تقسمي برضو دي كده 2 بالشكل ده. كل حاجة كده اوريها لكم بالشكل ده زي ما انتوا كده شايفين. برضو الحجم ده حلو. اي حاجة كده تعمليها في البيت بتبقى جميلة وحلوة ولها طعم كده مميز. طبعا الفلفل ممكن نشيل دي ممكن ما نشيلهاش ونفتحه كده فتحة بسيطة. بالشكل ده. طبعا كده قطعنا كل الكمية اللي معانا زي ما انتوا كده شايفين. زي ما قلت الحابب يعيشها تستوي كده بسرعة وهياكلها كده على طول يقطع زي كده. اللي حابب كده تعيش فترة طويلة تقطعها هتكون كده. طبعا كده معانا بسم الله الرحمن الرحيم البرطمان غسلينه بمية سخنة ومنشفينه. وبعد ما غسلناه حطينا كده فيه ربع كوباية خل وغسلناه كده بربع كوباية الخل وصفيناه. دينا ما نزلتش فيه تاني خالص. طبعا كده هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده الجزر واللفت مع بعضه. طبعا كده مقلبينه. ننزل كده القرنبيط بتاعنا. ننزل كده الفلفل. ننزل كده الليمون. تشكيلة كده حلوة من المخلل. طبعا انا قلت في الاول الليمون ده انا نقعاه يومين وكنت بغير عليه المية كده في اليوم مرتين او 3. طبعا كده هنملى العلبة بتاعتنا كويس. طبعا كده شايفين شكل العلبة كده الوانات جميلة جدا كده في التخليل. طبعا كده هو معانا قلت كده 3-4 قرون فلفل احمر مفرومين. فرمة كده ناعمة اللي حابب يضيفهم. حابب كده نخلي معانا كده سبايسي وحلو وجميل. طبعا كده معانا 6 كوبايات مية. طبعا كده ومعانا المعلقة اللي فيها كده الفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كده ننزل بيها دول 6 كوبايات مية. هننزل كده عليهم 4 معالق ملح. نزلنا معلقة 2 3 4. نبدأ كده ندوب الملح بتاعنا كويس. لسه طبعا كده مضفناش. قلنا هنضيف معلقة حاجة كده صغيرة اللي هتحفظ لنا كده المخلل بتاعنا وهيبقى كده جميل تمام. طبعا كده معلقة اكبر عشان كده ندوب كويس. طبعا كده معانا ملح ليمون معلقة كده مش مليانة وهنبدأ ننزلها. طبعا كده وندوبها كده كويس. دي طبعا السر في المعلقة الصغيرة دي اللي هي معلقة ملح الليمون. هي دي اللي هتحفظ لنا المخلل ومش هيبوظ مننا ومش هيعمل كده طبقة بيضة على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كده ننزل محلول التخليل بتاعنا. طبعا كده 6 كوبايات مية ما قضوش. هنجيب كده تاني عليهم. طبعا كده هننزل باقي المحلول بتاعنا بس كده. نبدأ كده نجيب الغطا. بسم الله الرحمن الرحيم ونقفل كده كويس قفلة حلوة. طبعا زي ما احنا كده متعودين اول 3 ايام يوم على الوش ده ويوم على الوش ده يعني يوم يفضل كده نقلبه كده واليوم التاني يبقى بالشكل ده اول 3 ايام وبعد كده نسيبه عادي بالشكل ده. تفتحي عليه بعد 20 يوم او 15 يوم هتاكلي احلى واجمل مخلل مشكل
عاملاه كده على ايديكي في البيت، هتلاقيه جميل وحلو جدا وحاجه كده من الاخر. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. كده شايفين كده الالوانات، جزر ولفت وقرنبيط وفلفل وليمون، وحطينا كده عليه الفلفل الحامي اللي هيديله الطعم، اللي حابب يضيفه مش حابب يضيفه خلاص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.